السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ هنعمل النهاردة مع بعض صلصة الكشري بالطريقة الأصلية زي ما بيعملوها في المحلات بالظبط. اوعوا تفتكروا ان هما بيعملوها زي ما احنا بنعملها في البيت، لا، ليها طريقة تانية خالص خالص. طيب، هقول لكم ان صلصة الكشري دي هي اللي بتخلي طعم الكشري يا جماعة جميل، وهي السر في الريحة اللي بنشمها في اي محل. فيه يعني معديين من جنب محل كشري بنشم ريحة جذابة، بيبقى نفسنا ندخل ناكل هناك، وده كله من ريحة الكشري بتاعهم، وريحة الصلصة هي اللي بتعمل الشغل ده كله. طيب، على بركة الله بقى، تعالوا نبدأ ونشوف بيعملوها ازاي. مبدئيا بيبقى عندنا البصل، الزيت بتاع البصل يا جماعة اللي احنا عاملين فيه البصل بتاع الكشري، فباخد منه كمية حلوة كده، وبيبقى فيها شوية بصل موجودين عادي، وبحط فيها معلقة توم مهروس كده، وبعدين بخليهم يسخنوا شوية، ومش عايزة التوم ياخد لون خالص، بروح رامية عليه بقى. بصوا ركزوا كويس قوي، كام ورقة لورا، وبعدين شوية كزبرة ناشفة مطحونة، وبعدين هحط كمان بهارات، دي خلطة السبع بهارات. وهحط كمان اهم حاجة بيحطوها القرفة يا جماعة، هي ريحة القرفة دي مع الحاجات دي كلها اللي بنشمها وبنحس ان يعني الكشري دوت مختلف خالص. بعد ما تشوحوا شوية ومن غير ما ياخدوا لون، نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الصلصة او كيس صلصة، وهخلي الصلصة تتحمر كده مع التوم او تتشوح معاه. وبعد دقيقة واحدة هنزل بكمية الطماطم اللي انا عايزة اعملها صلصة. هقلب كويس الخلطة دي مع بعضها. عايزة اقول لكم ان في الوقت دوت لون الصلصة مش هيبقى لون الصلصة العادي اللي احنا بنعمله في البيت، هتبصوا تلاقوا اللون بتاعها بدأ يبقى اغمق شوية، وبدأ يبقى لون جميل. بنسيبها بقى شوية على النار كده تاخد وتدي مع بعضها 7-8 دقايق. وزي ما انتم شايفين انا هديت عليها النار دلوقتي، ودلوقتي هنعمل اهم خطوة اللي بتخلي ريحة الصلصة تجيب اخر الشارع، وهي الطشة اللي بيطشوها على الصلصة يا جماعة. انا دلوقتي كنت بحط كمون على الصلصة وملح، يعني بظبط الحدق بتاعها، وده طبعا ممكن ندوق. الكمون بيتحط في الاخر يا جماعة. وانا حطيت هنا طاسة فيها شوية زيت، الطاسة الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي، ده بس قوام الصلصة بوريها لكم شكلها عامل ازاي، ولونها غير صلصة البيت خالص. الطاسة التانية الصغيرة دي هنعمل فيها الطشة بقى اللي بيطشوا بيها الصلصة، وبتقلب الدنيا وبتقلب الشارع كله. شوية زيت برضو من نفس الزيت اللي عملنا فيه البصل، وبحط عليهم نص معلقة توم، وبحط نفس البهارات اللي انا حطيتها على الصلصة في الاول، اللي هي كزبرة ناشفة وسبع بهارات وورق لورا والقرفة يا جماعة اهم حاجة. حطيتهم على النار، وبرده مش عايزاهم ياخدوا لون ولا حاجة، انا مجرد عايزاهم يتشوحوا كده. وقبل ما يعني انا بوريكم اهو الشكل، اللون ده يا جماعة مش لون التوم، ده لون البهارات اللي احنا حطيناها. القرفة انتوا عارفين بتعمل لون مع البهارات اهو. وبعدين هننزل بيهم بقى على الصلصة كده، ونحط بقى شوية في الطاسة كده عشان ناخد كل الحاجات اللي كانت موجودة ونقلب. خلاص كده الصلصة دي محتاجة ازودها شوية مية صغيرين، هجيبهم برضو في نفس الطاسة اهو، وهسيبها تغلي بس مجرد دقيقتين 2، وخلاص كده تبقى جاهزة. شايفين يا جماعة لون الصلصة؟ هو ده اللون اللي بنشوفه بالظبط في المحلات. ولا الريحة بقى؟ الريحة تمام، هي ريحة الصلصة. يعني انت هتعملي الكشري ده في البيت، والجيران هيخبطوا عليكي يقولوا لك يعني انت ايه الريحة دي، انت عاملة كشري، وهيعرفوا كل الناس هتعرف ان انت عاملة كشري. شايفة الصلصة قوامها ولونها روعة يا جماعة. يعني الكشري من غير الصلصة دي حاجة، وبالصلصة دي حاجة تانية خالص. انا شلت كل ورق اللورة اللي موجود، لو لقيتي اي ورقة لورة موجودة هتشيليها، وخلاص الصلصة بتاعتنا بقت جاهزة. طبعا طالما انا عاملة صلصة كشري، يبقى في اليوم دوت عاملة كشري، فهغرف قدامكم طبق وهوريه لكم. بس الاول انا هنزل بقوام الصلصة كده في الحلة عشان تشوفوا قوامها ولونها عامل ازاي يا جماعة. شايفين؟ معلقتين من الصلصة دي على طبق الكشري يا جماعة هيخلوكي تحس ان انت بتاكلي كشري عند اكبر محل كشري في البلد. ولادك عمرهم ما هيفكروا يشتروا كشري من بره تاني ابدا بعد ما يدوقوا الكشري بتاعك ده. انا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي، كان هدف الافادة. يا رب تكونوا استفدتوا. عايزاكم تعملوا صلصة الكشري بالطريقة دي، وتقولوا لي فرقت معاكم ولا لا، وحسيتوا بايه بعد ما عملتوها. واكتبوا لي بقى في تعليقاتكم، هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. عايزاكم تشيروا الفيديو في كل حتة عشان ما حدش يجيب الكشري الجاهز من بره ويعمله في البيت. حطوا بقى لايك للفيديو، لايكات كتير كتير للفيديو. اشكركم جدا، شكرا ليكم.